بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ وبتوفيقه ننتهي. معكم أحمد الشافعي تريدر بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية. هتلاقي تحت الفيديو قائمة بالأسهم اللي أنا بحللها وجنب كل سهم الوقت بالدقيقة والثانية، علشان لو حضرتك عايز تخش السهم تعرف الوقت بتاع التحليل بتاعه فين، عشان ما تبقاش مجبر إن أنت تسمع الفيديو كله، لكن رأي شخص اسمع الفيديو كله علشان ممكن تلاقي بعض الأسهم اللي متفقة مع سيكولوجيتك، لأن كل عميل وكل متداول ليه سيكولوجية تداول معينة. فرأيي تسمع الفيديو كله علشان تشوف ايه السهم اللي هو بالنسبة لك كويس. الحاجة اللي بعدها في آخر الفيديو خالص هحدد لك حاجتين. أول حاجة هحدد لك ايه الأسهم من وجهة نظري، في الأسهم اللي احنا هنحللها النهاردة دي كويسة، وحاول تشوف سيكولوجيتك متفقة معاها ولا لأ. والنقطة التانية حدوتة مهمة جدا، يعني أنا هحب أحكيها في الآخر علشان ما تملوش في أول الفيديو. آه، يعني حاجة حصلت لي امبارح في سوق الكريبتو، فحابب إن أنا أحكيها لكم وطلعت منها الدرس مهم قوي. يعني طول ما احنا شغالين لازم إن احنا بنتعلم. طيب، هتلاقي في آخر الفيديو برضو آسف، آخر القائمة اللي أنا منزلها هتلاقي رقمي للتواصل واتس، لو أي حد محتاج أي سهم أو أي حاجة هتلاقيني ببعتله التحليل بتاعه عادي على طول. للتواصل واتس بس، يعني حضرتك ابعت لي واتس هتلاقيني برد عليك. هنبدأ الفيديو بتاعنا النهارده ببعض الأسهم، وقبل ما نخش على كل سهم هقول لك الأدوات اللي أنا اشتغلت بيها في السهم ده كانت إيه، لأن كل سهم بيبقى ليه أداة نقدر نشتغل بيها عليه. علشان أنا هدفي مش إن أنت تاخد الأرقام وخلاص، أنا هدفي تعرف الأرقام بنستنبطها إزاي. تمام؟ طيب، أول سهم معانا سهم أرب ديري. لما نيجي نخش سهم ونشوف التحليل بتاعه لازم نبص على الترند، ان كان هو اب ترند ولا لا، وده الدرس اللي انا هعلمه لحضرتك في اخر الفيديو، اللي حاجه اللي انا اتلدعت منها امبارح. يعني طالما السهم اب ترند، الطبيعي ان اي نزول في السهم اللي هو اتجاه صاعد بنشتري فيه تاني، لان اللوجيك او الطبيعي جدا انه السهم يطلع تاني يخترق القمه اللي هو بيعملها. اي سهم طالما ما كسرش وبقى داون ترند بيكمل الترند بتاعه ويطلع يجرب على البيك بتاعه، المفروض ان هو يخترق القمه اللي هو عملها. تمام. السهم اقرب ديلي بالنسبه لنا السهم اتجاه صاعد عادي، بيعمل قيمه موقعان اعلى من بعضها، طبيعي جدا. النقطه الثانيه اللي هنبص ليها للسهم احجام التداول. احجام التداول بالنسبه للسهم بتبقى مهمه جدا. ليه؟ لان الاحجام التداول او الفوليوم ده بيبقى البنزين بتاع السهم اللي بيحركه. لو احجام التداول في الصعود عاليه وفي النزول قليله، يبقى انت كده عندك مشتري بيشتري وهو طالع، ما بيبيعش الكميه وهو نازل وهو بيصحح. انما لو العكس، يبقى انت كده في منطقه ديستريبيوشن، انت في منطقه تصريف. تمام. هتلاقي الكلام ده احنا قلناه قبل كده كتير في سهم يونيفرسال، عشان كده كان عاجبني واتكلمنا عنه كتير قوي، ان السهم على الفريم الاسبوعي حلو، ان احجام التداول بتاعته عظيمه قوي في الصعود وفي النزول قليل. نفس الوضع هنشوفه هنا في ارب ديري. ارب ديري بعد ما هو خد اتجاه صعد اصلا، انا عندي ميجر اب ترند. النزول بالنسبة للسهم هنا لو هتلاحظ ان احجام التداول قليلة جدا في النزول. طالما احجام التداول بتاعتي قليلة في النزول كده، يبقى انا عندي عملية تصحيح عادية جدا. يبقى انا بستغل الحاجة دي ان انا اقدر اخش اشتري. طيب، انا بناء على ان انا عندي اتجاه صاعد واحجام التداول كويسة في السهم، ببص على حاجة تانية اشارة تقول لي ان انا ما افضلش قاعد في السهم كتير. ايه هي؟ عندي مؤشر القوة النسبية، بيبقى انا عندي اتجاه، بيبقى عندي بقدر احدد كده ترند لاين صاعد. لو تم كسر الترند لاين الصاعد، الاتجاه الصاعد ده، دي بتبقى اشاره ان السهم هيفضل واقف، يعني بعدها بجلستين ثلاثه السهم هتلاقيه نزل. هنا لو هتلاقيه تم الكسر هنا بالنسبه لمؤشر القوه النسبيه فوق، وبعد كده طلع تاني لحد 3 جنيه ونص ونزل لحد 2 جنيه 90 وفضل شغال في الحته دي. رسمنا ترند لاين هابط اهو على القيمه بتاعتي على مؤشر القوه النسبيه. هنلاقي هنا بقى ان انا تم اختراق الترند لاين الهابط بالنسبه للمؤشر. لسه انا عندي على التشارت ما اخترقتش. يعني لو هتلاحظ هنا، خلينا نشيل ده عشان ما تتلخبطش، انا عندي القمه دي متفقه مع القمه دي، والقمه دي اهي مع القمه دي. عندي القمه دي هنا اهو، لسه ما اخترقتش. اللي اخترق عندي بعتد بيه بالاغلاق، انا اخترقت عندي فوق. يبقى انا عندي كذا اشاره في السهم ان السهم كويس. طيب، بناء على الاشارات اللي حصلت لي ان انا اتجاهي صاعد والفوليوم بتاعي كويس في الصعود والنزول، ومؤشر القوه النسبيه تم اختراق الترند لاين الهابط اللي المفروض بعدها بجلستين او 3 جلسات السهم يبدا يطلع من جديد. واحنا قلنا ان السهم اللي هو اتجاهه صاعد المفروض ان هو يطلع يخترق القمه بتاعته. احدد مناطق الشراء بتاعتي.
اول حاجه مناطق الشراء بتاعتي هي بتبقى القيعان بتاعتي، اقرب مناطق للقيعان. انا عندي منطقه ال 3 جنيه 10 لحد 3 15 دي اول منطقه شراء. منطقه الشراء الثانيه المنطقه دي اللي هو كل مره بينزل عندها ويرتد منها، اللي هي 2 جنيه 95 لحد 2 جنيه و90 قرش. وقف الخساره بتاعي في حاله اغلاق السهم تحت 92 بحجم تداول كبير، ويفضل قافل تحتها شمعتين عشان اتاكد من الكسر، لان انا عندي كذا اشاره بتقول ان السهم كويس. تمام. طيب مناطق البيع بتاعتي انا مني واحد ببدا ان انا امشي خطوات واحده واحده مع سهم ما بسبقوش. يعني ايه؟ يعني طول ما انا في قمه بطلع لها بخفف عليها، عندي اشاره او عندي ترجيح للاختراق ما ببيعش كميته كلها، وده هنمشي واحده واحده. دي البلان اللي احنا بنبدا نحطها في السهم قبل ما نخش. كل دي خطه بنحطها للسهم قبل ما ندخله علشان خاطر ما اخدش رد فعل غريب مع حركه السوق، يحصل خبر وحش ولا حاجه اثر على السوق ككل، يبقى انا شغال على الارقام بتاعتي بس. عندي مناطق بيع للسهم. اول حاجه عندي منطقه ال 3 جنيه 35 قرش، دي منطقه تخفيف. وعندي القمه اللي انا نزلت منها اللي هي 3 جنيه، منطقه ال 3 جنيه 65. دول منطقتين للتخفيف بالنسبه لك. والسهم طالع احجام التداول هتحدد ان كان في ترجيح لاختراق القمه اللي هي 365 ولا لا. الفوليوم لو زاد في الصعود خصوصا بعد اختراق ال 3 جنيه 35 قرش يبقى انا عندي ترجيح للاختراق، ساعتها ما بخففش وبستنى اشاره بيع عند 365. يبقى اختصارا كده علشان الكلام ما يبقاش كتير، انا بحب ان انا اوضح لك الفكره اللي انا طلعتها في السهم. عندك مناطق شراء 3 10 ل 3 15، ممكن تبدا 3 جنيه 18 عادي. منطقه الشراء الثانيه 3 2 95 لحد 2 جنيه و90 قرش. وقف الخساره بتاعك في حاله كسر ال 2 جنيه و90. منطقتين البيع بالنسبه لك 3 جنيه 35 قرش و3 جنيه 65. ده السهم على الفريم الاسبوعي. لو جينا نفتح السهم على الفريم اسف الفرق مع السهم على الفريم اليومي. لو جينا نفتح السهم على الفريم الاسبوعي هنلاقي ان موفينج افريج بالنسبه لي محافظ، السهم محافظ عليه ما كسرناهوش خالص، احنا ماشيين في اتجاه صاعد عادي. عندي المفروض ان انا اقدر اطلع لحد 4 جنيه و40 قرش، البيك اللي هنا ان اقدر اطلع اجرب عليه. ده كده اول سهم معانا، سهم ارب ديري والارقام بتاعته كلها، وانا شايف ان السهم ده كويس في الارقام اللي احنا حددناها. السهم التاني سهم يونيفرسال. انا اسف على اللخبطه اللي حضرتك شايفها دي، بس هي مهمه قوي علشان خاطر تقارن ما بين الحاجات اللي هنا، التحليلات اللي هنا مع سهم ارب ديري. تعالى نمشي خطوه خطوه كده وركز معايا. انا عندي هنا ترند لاين صاعد على مؤشر القوه النسبيه اهو، تم كسره في الحته دي. بعد ما تم الكسر المفروض ان هي دي بتبقى اشاره ان السهم كده هيبدا ينزل تاني. تم الكسر عند منطقة ال 58 قرش، السهم نزل من 58 لحد 48 قرش. كان عندك مناطق شراء في حالة النزول، عندك 55 وعندك 52 و50 قرش، دول كانوا ثلاث مناطق شراء في السهم. تمام. بعد ما السهم نزل واحنا طالعين، بص مؤشر القوة النسبية هنا اهو، عندي ترند لاين هابط، خلينا نشيل دي بقى عشان ما تلخبطش. هنا اهو ترند لاين هابط اهو، تم اختراقه، تم الاختراق هنا في الحتة دي. بعد ما تم الاختراق السهم فعلا طلع، يعني تم الاختراق في الحته دي عند منطقه ال 51 قرش، طلع من 51 قرش لحد منطقه ال 60. السهم نزل تاني، بص احجام التداول في الصعود والنزول عامله ازاي. السهم نزل تاني، بدات انا اخد ايه ترند لاين هابط عندي هنا اهو، تم الاختراق عند الترند لاين الهابط هنا، في تم الاختراق، كان السهم شغال عند منطقه ال 56 قرش، وبعد كده التشارت اخترق هنا. يعني انا على مؤشر القوه النسبيه بسبق الاختراق في التشارت تحت. دي بتبقى اشارات بالنسبه لك ان انت تقول السهم يقول مؤشر القوه النسبيه يقول لك ايه، خد بالك ان انا اخترقت فوق، فممكن بنسبه كبيره جدا ان انا انزل اخترق تحت. تمام. يبقى احجام التداول في الصعود عكس النزول خالص. بص احجام التداول والسهم نزل، احجام التداول والسهم نزل تحت قليله قوي، فدي بتبين ان السهم فعلا في حد بيشتري فيه. طيب ده التحليل بالنسبه لمؤشر القوه النسبيه والفوليوم، عشان تقارن الكلام ده مع الكلام اللي احنا اتكلمناه في اقرب ديري. تعال نخش لتحليل السهم نفسه. تحليل سهم يونيفرسال احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده ان احنا كان عندنا كذا منطقة شراء. خلينا نتكلم على الوضع الحالي بالنسبة للسهم. السهم انا افضل التحليل بالنسبة له على الفريم الاسبوعي. على الفريم الاسبوعي انا تم اختراق منطقة قمة مهمة جدا اللي هي منطقة ال 68 قرش. احجام التداول في الاختراق ممتازة قوي. نزول السهم لمنطقة ال 68 لحد ال 70
دي هتبقى اعاده اختبار، تبقى منطقه شراء ممتازه قوي. عندك تارجت بالنسبه للسهم لحد جنيه وخمس قروش. منطقه الجنيه خمس قروش ده اول تارجت في السهم، لما السهم يطلع للمنطقه دي بنحدد بعدها نشوف هنعمل ايه. طيب يبقى انا كده حددت منطقه الشراء بتاعتي بناء على الفريم الاسبوعي. لما نيجي نبص للسهم على الانترا دي هنلاقي ان في جابه في السهم هنا، السهم عملها، وعندي مؤشر القوه النسبيه بالنسبه لي على المؤشر على الانترا دي على الفريم الصغير، تم كسر الترند لاين الصاعد. ده معناه ان انا هبدا اخش في عمليه تصحيح. السهم لما بيكسر ترند لاين صاعد او قاع على الانترا دي الفريم الصغير، معناه ان انا اصحح على الفريم اليومي. طيب انا كده المفروض ان انا اصحح على الفريم اليومي. عندي جابه هنا، المفروض ان الجابه دي بنزل اقفلها وبحترمها تاني. لو احترمتها ولفيت مع ده يبقى انا عندي ترند قوي جدا في السهم. لو نزلت تحتها هنزل لحد منطقه ال 68 قرش، دي منطقه الشراء الثانيه اللي المفروض لو نزلنا عندها يبقى الموضوع طبيعي جدا، ما فيهوش اي مشاكل. بعمل اعاده اختبار على نقطه الاختراق. يبقى انا عندي منطقتين شراء دلوقتي بناء على التحليل ده. اول حاجه من اول 76 لحد 74 قرش، دي منطقه الشراء الاولى بناء على الجبل اللي انا فاتحها. منطقه الشراء الثانيه عندي منطقه ال 68 لحد ال 70 قرش. التارجت بتاعي 107. دي الارقام في السهم. السهم كويس ما فيهوش اي مشاكل خالص. ستوب لاس في السهم في حاله الاغلاق تحت ال 65 قرش، ساعتها بتعمل وقف خساره. بس في نقطه مهمه جدا حابين نوضحها، ان مؤشر القوه النسبيه طالما طلع فوق مستوى ال 80، المفروض ان انا هطلع اجرب تاني على القمه اللي انا جربت عملتها على الاقل، او اعمل قمه اعلى منها اللي هي 80 قرش. يعني هي في جميع الاحوال هتبقى تريده حلوه قوي بالنسبه لك في السهم. دي الارقام بتاعه سهم يونيفرسال. انا مقتنع جدا بالسهم ده. يعني السهم ده قبل ما يخترق انا شايفه كويس جدا. يعني تقريبا انا مدخل 90% من الناس اللي في العملاء عندي في سهم يونيفرسال. ان السهم احجام التداول بتاعته كانت ممتازه قوي. اديك لحظه يعني حاجه كويسه عن السهم. برضو اتكلمنا فيها في التحليل اللي فات في اخر فيديو. لو جيت تبص على القناه على اليوتيوب هتلاقينا بنتكلمين عنها. عندك نقاط قوه في للمشتري، عندك قاعين اعلى من بعضها هنا. بص احجام التداول في الطلعه عامله ازاي، وفي النزول بص احجام التداول في النزول. الراجل اللي بيشتري وما بيبيعش، بيطلع احجام التداول كبيره، بص لما بينزل احجام التداول قليله، لما بيطلع احجام التداول كبيره، ولما اخترق احجام التداول كانت ممتازه. ده تاكيد اختراق، ده فوليوم بيبقى تاكيد للاختراق. ان شاء الله بس السهم ما يتعطلش، لان لو نزل كسر ال 68 هيبقى الترند زي الزفت ومش هيتحرك. مش هيتحرك قوي، لان الورقه بعد ما بتخترق لو نزلت عملت اعاده اختبار على نقطه الكسر او نقطه الاختراق، ما الترند بيبقى الى حد ما يعني هيطلع، مش هيبقى سريع. انما لو ما نزلش ال 68 ولف من عندها على طول، لا الترند هيبقى قوي جدا. يعني طلعت السهم هتبقى سريعه زي ليفت سلاب بالظبط. يعني الحمد لله ليفت سلاب دخلناها عند 33 ونص، وبعتها لحد 65، ما طلعتش لل 90 يعني. فالشارت بتاعها كان قوي. السهم اخترق وما نزلش عمل اعاده اختبار. السهم اللي يخترق وما نزلش يعمل اعاده اختبار او يكسر نقطه الاختراق، الترند بتاعه بيبقى قوي. دي معلومه يعني مهمه جدا بالنسبه لكم. نخش على السهم اللي بعده، سهم اليكو. ركزوا معايا بقى هنا. احجام التداول هنا عكس السهمين اللي فاتوا. هقول لكم ازاي. انا عندي هنا ترند لاين صاعد ما فيهوش مشاكل. مؤشر القوه النسبيه عندي ترند لاين صاعد، والترند لاين الهابط اخترقت. بص عندي ترند لاين دي مهمه جدا ان انتوا تاخدوا بالكم من حاجات زي دي. الحاجات دي بتسبق الشارت تحت. مؤشر القوه النسبيه على سهم إيليكو اخترق من جلستين. يعني جلسة يوم الحد كان مخترق ومدي إشارة دخول عند منطقة ال 155 قرش لحد الجنيه ونص. دي كانت منطقة شراء، لأن أنت عندك منطقة دعم هنا، وعندك تم اختراق ترند لاين صاعد. الفوليوم هنا مختلف شوية عن ارب ديري ويونيفرسال. ازاي؟ الفوليوم هنا مش قليل قوي، هو ما قلش غير في المنطقة الأخيرة دي. طب ايه اللي هيخلينا نوصي على السهم؟ اقول لك انا بالنسبه للسهم ده انا شايف كويس. ليه؟ انا لما باجي في حاجه زي دي وببقى شايف ان السهم اب ترند. السهم اب ترند، السهم اب ترند. لما تيجي تفتح الفريم الاسبوعي كده، لان اهم حاجه الشورت الكبير، هتلاقي ان السهم اب ترند عادي جدا، وبالنازل يعمل اعاده اختبار على النقطه اللي هو اخترقها اللي هي منطقه الجنيه 55 قرش. اهو الورقه اب ترند عاديه قوي، وعامله قمه جديده هنا اهو، ونازل تاني بيعمل اعاده اختبار عادي اهو. ادي البيك اللي هو اخترقه،
هنا اهو منطقة الجنيه 55 ونازل يعمل عليها إعادة اختبار تاني. تمام تمام. بس الفوليوم يعني يقلق شوية. طب في الحالة دي بنعمل ايه؟ انا عن نفسي باجي واشوف المنطقة اللي هو اقرب قاع هنا كده، واشوف الحتة دي كده عشان اشوف اكتر كمية تداول تمت في السهم كانت ايه. نلاحظ ان اكتر كمية تداول تمت تحت، يعني كان في حد هنا تحت بيشتري في المنطقة دي. انما لو الفوليوم بروفايل ده هتلاقيه فوق، يبقى انت كده في حد هنا بيبيع، البياع اقوى من المشتري. انما الوضع الحالي كده المشتري اقوى، يعني هو لم في الحتة دي، يبقى انا كده في حد قاعد عمال بيشتري، وعندي مؤشر قوة نسبية تم اختراق الترند لاين الهابط. يبقى كل دي حاجات كويسة تقول لي ان السهم اي نزول 155 بجنيه ونص اشتري عادي، او لو اخترقت الجنيه 75. طيب لو اخترقت الجنيه 75 ايه اللي هيحصل؟ الطبيعي ان انا اب ترند، فطبيعي ان انا هطلع تاني اجرب على 195 قرش، والمفروض ان انا اخترقها. بس انا بمشي خطوه خطوه. يعني ايه بمشي خطوه خطوه؟ ما بسبقش السهم. السهم طالما ما اخترقتش يبقى انا ببيع، بخفف عند مناطق المقاومات بتاعتي، هتريد مع السهم افضل رايح جاي. يبقى انا كده عندي منطقه شراء جنيه 55 جنيه ونص، عايز تطلع للجنيه 60 عادي لان الستوب لوس بتاعك تحت الجنيه ونص مش بعيد. مناطق البيع بتاعتك اول حاجه 174 و 192، دول مناطق الشراء بتوعك. سهم كويس، سهم كويس. احجام التداول في السهم بناء على الفوليوم بروفايل حلوه، بتوضح ان في مشتري، ومناطق الشراء بتاعتك كويسه، والستوب لوس بتاعك قريب مش بعيد مقارنه بالربح، لان التارجت بتاعك عندك 193 قرش والستوب لوس بتاعك جنيه ونص. تمام، ده كده سهم اليكو. تعال نخش على السهم اللي بعده. برضو كنا اتكلمنا قبل كده على سهم العبوات. هو الأهم طبعا من إن أنت تعرف تحلل وكده إنك تحذر الناس. اتكلمنا في السهم ده إن إحنا عندنا منطقة دعم الجنيه 23 لحد الجنيه 16، بس في إشارات سلبية كتير جدا، وبناء على الأسباب دي أنا ما أفضلش الشراء في السهم إلا بعد ما يتم اختراق قمة اللي هي 133. ايه هي الاشارات السلبيه؟ انا عندي قمم اقل من بعضها. عندي قمه بص، قمه اقل من القمه اللي قبلها، اقل من القمه اللي قبلها، اقل من القمه اللي قبلها، بص كل شويه بيعمل قمم اقل. تمام. وعندي منطقه القاع او البوتوم واحده ما بتختلفش، بالعكس الشادو بتاعي بينزل تحت. كون ان الشادو ينزل تحت والسهم يطلع تاني ما يخترقش قمه، دي تبقى اشاره سلبيه جدا. يعني انت المشتري ما بيلمش عشان يقدر يطلع تاني بقى وياخد كمية كبيرة ويخترق القمة بتاعتك، لا، السهم ايه؟ البياع اقوى، كل شوية ينزل يجيب اسعار اقل. عشان كده انا ما رجحش شراء في سهم بيعمل قمم اقل من بعضها الا بعد ما بيخترق قمة. اول قمة يتم اختراقها اللي هي 133، خش واحد يجي يسألني سؤال يقول لي يعني السهم دلوقتي بجنيه 15 ما اشتريش الا بعد جنيه 33؟ ليه؟ اولا عشان تعرف وتتاكد ان المشتري موجود معاك، ان اي نزله السهم هيطلع تاني على طول. النقطه التانية ان انت ما تفضلش قاعد جوه السهم بالمده الكبيره جدا ان ما تعرفش تتحرك فيه، وكل شويه تلاقي السوق لما ينزل يصحح ولا حاجه تلاقي ده اول سهم بيجري معاك على تحت. فالافضل ان انت تحدد الترند بتاعك او الاتجاه قبل ما تخش السهم، ودي الحدوته اللي هنحكيها في اخر الفيديو. حدد الترند. القمم والقاعان مهمه جدا. حاجه اخيره بقى هقولها لكم، يعني استاذ صالح ناصر كان بيكلمنا عنها. الورقه اللي تلاقيها نازله من الدور السابع، يعني خلاص بقت داون ترند وتنزل بالطريقه دي. يعني الورقه كانت هنا داون ترند بعد ما تم كسر ال 2 جنيه، بص هو طلع لحد 2 جنيه 90، بقى داون ترند بعد ما كسر ال 2 جنيه و5 قروش. لما الورقه تنزل تبقى داون ترند وتبقى ماشيه في منطقه عرضيه كده زيها زي نهر الخير، الورقه بتقعد كتير جدا على ما تشتغل. الورقه بتقعد مده كبيره قوي على ما يتم التجميع، وبعد كده يطلع يخترق ويقلب ترند. فالافضل ان انت ما تخشش اسهم نازله كبيره جدا، انها هي هتفضل واقفه مش هتتحرك معاك الحركه اللي انت متخيلها. عشان في ناس بتبقى شايفه ايه، اصل السهم ده نزل من 5 جنيه وشغال ب 2 جنيه دلوقتي الحق اشتريه. لا، الورقه اصلا فيها بياع، مشتري مش قادر يسند الورقه. اللي منزل من 5 جنيه ل 2 جنيه ده بياع. كل اللي هيحصل في الورقه وهي طالعه ده تصفيح، والبيع هيتم تاني، هيكمل في السهم تاني. الراجل اللي كان ماسك الورقه وطلعها شال ايده منها، مش موجود. الورقه تبقى اب ترند بعد القمه دي اللي هو اعلى قمه الجنيه و50 قرش. بعد جنيه و50 قرش اشتري. طب الورقه هتختار الجنيه و50 قرش امتى؟ بعد شهور. ده بناء على التحليلات اللي كانت بتتم في كده، مش اليومين دول.
فالافضل بلاش تخش سهم زي ده رأي شخصي، يعني ما مش ملزم لحد. لان انا لما يكون قدامي اسباب كتير في سهم ان هو مش كويس، خلاص لما اخش سهم تاني الاسباب عندي اسباب فنيه في السهم ان هي كويس، ما فيش غير السهم ده، خلاص السهم اللي انت شاكك فيه ما تشتغلوش واشتغل في سهم انت شايف التحليل بتاعه كويس. تمام. ده كده سهم العبوات، انا ما رجحش الدخول فيه الا بعد جنيه 33، ولازم يتم الاختراق بفوليوم عالي. بعد الجنيه 33 طلع معاك لحد جنيه 48 قرش، جنيه 45 قرش، هتبقى تريده بالنسبه لك. يقلب اب ترند بعد الجنيه ونص. نخش على السهم اللي بعد كده، سهم المصريه للدواجن. طيب انا احب احلل السهم ده على الفريم الاسبوعي الاول. يعني تعال نبص كده نظره سريعه على الفريم الاسبوعي. سهم كات شورت كويس، مش وحش، ويبقى فيه طلعه قويه جدا لو تم اختراق الستة جنيه وربع. يعني بعد الستة جنيه وربع هتلاقي فيه طلعه قويه قوي قوي في السهم. بعد 6 جنيه وربع، السهم دلوقتي ب 5 جنيه 4 جنيه 99، بعد 6 وربع هتلاقي السهم طلعه قويه قوي. طول ما هو ما اخترقهاش، طول ما فيش طلعه قويه، يبقى انا كده حددت بالنسبه لي امتى طلعت السهم تبقى قويه جدا. يبقى انا دي من ضمن الاسهم اللي بحطها، اللي لو تم الاختراق بخش. الورقه اللي بتجيب سعر جديد دي تريده قويه جدا ليك، هتلاقيها ايه تشتغل كويس قوي، بس هي بتبقى ريسك عالي زي اطلس. يعني اختراق الجنيه 30 انا دخلتها يعني بس خدتش كتير، واتباعت جنيه 55 قرش. دي بتبقى تريده سريعه بس الريسك بتاعها بيبقى عالي جدا، ولازم تحدد وقف الخساره بتاعك عشان ما يبقاش الاختراق مش حقيقي والورقه تنزل تلبس فيها. فبعد 6 وربع ده مهم جدا بالنسبه للسهم ده. طيب تعالى نخش على الفريم اليومي. على الفريم اليومي، لا خلينا انترا دي، خلينا انترا دي عشان يبقى الدنيا اوضح اكتر. عندي هنا قمه على الانترا دي، ادي قاع وادي قاع قبله، ودي قمه منطقه الخمسة جنيه. سهم نازل تاني يجرب عليها، فمنطقه الخمسة جنيه لحد 4 جنيه 95 هي منطقه شراء ليك. شمعة امبارح كويسة، وتأكد الدخول لو عدت أعلى سعر الجلسة النهاردة اللي هي 5 جنيه و6. 5 جنيه 6 لو الورقة عدتها وأحجام التداول كانت كبيرة، اتأكد إن الورقة إن شاء الله كده تطلع لحد ال5 جنيه و5 جنيه وربع، 5 جنيه 30. لازم الورقة تعدي 5 جنيه و6 قروش، وأحجام التداول بتاعتك تبقى كبيرة علشان الشمعة دي يتم تفعيلها وتديك إشارة دخول. او ان انت تقدر تشتري على اللو بتاعها اللي هو 4 جنيه 95 قرش 4 96، والسهم لو قفل تحت 4 جنيه 95 تاني يوم تخرج 4 جنيه 93، يبقى الستوب لوس بتاعك قريب. ورقه زي دي بتبقى تريدد شراء، يعني ايه؟ ما تاخدش كميه كبيره وتبقى محدد الارقام بتاعتك، انت داخل بناء على شمعه. الشمعه دي لو السهم نزل تحت 4 جنيه 95 انت كده تعرف ان دخولك انتفى، ان انت داخل بناء على الشمعه دي، فسبب وجودك في السهم ما بقاش موجود. تاني يوم ساعتها تقفل التريده بتاعتك 4.93، لان لازم السهم يقفل تحت ال 4.95 قرش. طيب انت عايز تخش السهم بعد ما تتاكد ان الورقه بقت كويسه وان الشمعه دي تم تفعيلها، الورقه تعدي ال 5 جنيه و6 قروش واحجام التداول بتاعتك تبقى كبيره. يعني نفترض ان السهم عدى 5 جنيه و6 قروش واحجام التداول كانت 50,000 سهم، ده مش اختراق، ده لا ده لسه مش شراء. ليه؟ لان الفوليوم بتاع جلسه النهارده هو 225,000، فلازم لما يعدي 5 جنيه و6 قروش تلاقي احجام التداول مثلا في اول ساعه مثلا 150 190، ساعتها تعرف ان ده كده اختراق والسهم كده فعلا هيبقى كويس، ويبقى معاك تريده لحد 5 جنيه و30 قرش. ده كده سهم المصريه للدواجن تريدد شراء. السهم اللي بعد كده سهم برايم. تعالوا نركز في السهم ده شويه. تمام. مش عارف اجيب لكم الاسهم التانية اللي احنا نضرب عليها مثال، بس يعني نشوف. السهم اتجاه صاعد، دي اول نقطة، ان انا اخترقت نقطة الاختراق بتاعتي هي 88 قرش لحد ال 90، دي نقطة الاختراق. نزول السهم من 90 قرش ل 88 دي منطقة شراء ممتازة قوي، لان دي نقطة الاختراق بتاعتك. بس كل الفكرة طالما الورقة نزلت عملت اعادة اختبار على نقطة الاختراق، الترند ما بيبقاش قوي. حلو، يبقى انا كده حددت الاتجاه بتاعي في السهم، انا اتجاه صاعد. النقطة التانية، السهم لما بيعدي لا ده على الفيلم اليومي، السهم لما بيعدي مستوى ال 80، السهم لما بيعدي مستوى ال 80
المفروض ان بنسبة كبيرة جدا ان السهم ده هيطلع تاني يجرب على القمة بتاعته على الاقل كسعر اغلاق اللي هي الحتة دي اهي 111 قرش، او يعديها لان انا اتجاه صاعد. فالمفروض ان انا هطلع تاني اجرب على الجنيه 11، يعني انت معاك تريده لحد الجنيه 11 قرش. منطقة الشراء اللي احنا حددناها بناء على الفريم الاسبوعي من 90 ل 88. طيب السهم بقاله 3 جلسات واقف عند منطقة ال 94 ونص، يبقى انا كده في مشتري ظهر لي عند منطقة ال 94 ونص. ببدأ اخش في المنطقة دي. انا لو هخش اخد نفترض 100,000 سهم، هاخد من اول ال 94 لحد 96 50,000، عشان لو السهم لف يبقى انا ايه طالع بالكميه بتاعتي واقفل التريد على 111 اقفلها. انا حاطط البلان بتاعتي ان انا اقفل التريد على 111، مش مكمل مع الترند، لا انا هقفلها على طول مع التريده بتاعتي على طول. تمام. اشتريت ال 50,000 والسهم نزل لمنطقه ال 90، بتكمل ال 50,000 الثانيه اللي هو ال 100,000 بتوعك من 90 ل 88، يبقى انت كده خدت منطقتين شراء بتوعك في السهم ده، وهتلاقي المتوسط بتاعك داخل في 92 93 قرش. السهم المفروض هيطلع تاني يجرب على ال 111، بس ركز معايا ركز معايا عشان التريده تبقى ضامنها ان شاء الله. يعني لو السهم لف من 94 يبقى هيطلع لحد ال 111 اللي هو اعلى منطقه اغلاق 111 112. لو نزل لحد 90 قرش يبقى السهم هيطلع لحد المنطقه دي اللي هو اقل سعر اغلاق اللي هي ايه دي كده الشادو، يبقى انت معاك 108. تمام. يبقى انت من 108 ل 112 ده منطقه البيع بتاعتك. الفكره كلها السهم هيلف منين؟ من 94 يبقى معاك 112 اللي هي اعلى منطقه بيع، من 90 هيبقى معاك 108 اللي هي ادنى منطقه بيع، اللي هي الحته دي اللي هو الانترا داي اللي هو القاع اللي اتكسر على الانترا داي. تعال نبص كده عليه اهو. انا عندي هنا قاع اتكسر على الانترا داي، معناه ان ايه السهم هينزل يصحح القاع اللي بيتكسر على الفريم الصغير اللي هو انترا دي. هيبقى انا هصحح على الفريم اليومي، كسرت على الفريم اليومي يبقى انا هصحح على الفريم الاسبوعي. حلو كده. ده سهم برايم. يبقى سهم برايم هي برضو تريدة شراء، وبتحدد البلان بتاعتك هتشتري فين وهتبيع فين. سهم التوفيق، تعال نبص على السهم كده. انا ما يعني انا راسم ترند لاين هنا، بس انا ما خدتش بالي منه الا بعد ما السهم عدى 3 جنيه و60 قرش. تمام. انا عندي هنا قاعان اعلى من بعضها، معناها ان في مشتري فعلا ماسك الورقه وعنده مناطق قوه. قاعان اعلى من بعضها يبقى انت عندك مشتري قوي، مشتري بيقوي نفسه، ما بيسمحش ما يسمحش للسهم ان هو ينزل للسعر اللي قبل كده. دي في حاجات مهمه جدا، دي حاجه حلوه. تمام. انا عن نفسي فتحت، يعني في حد خليته يخش تريد شير على 3 56، وبعد ما السهم عدى ال 3 63 دخلت شراء تاني، لان انا عندي مقلوب راسه كتفين وتم الاختراق هنا بفوليوم كبير، والسهم نزل عمل اعاده اختبار على نقطه الاختراق. فانا هنفترض ان على الاعلى يعني اللي هي من 3 جنيه 63 لحد 3 68 دي تريده الشراء بتاعتي اللي انا خدتها. انا قفلت التريده دي على القمه بتاعتي من 4 5 ل 4 15 بعتها. انا ماشي معاك بالخطوات اللي انا عملتها مع العملاء على الجروب. حلو كده. السهم لما لقيته اخترق ال 4 15 واحجام التداول هنا كانت كبيره، دخلت فتحت تريد شراء تاني. الكلام ده كان امبارح. ركز معايا ركز معايا كويس. حلو. دخلت فتحت تريد شراء من كام؟ فتحتها من 4 17 ل 4 12. انا اشتريت من 4 جنيه 17 قرش لحد 4 12، والسهم نزل لحد 4 12 بعد ما انا بعتها. يعني في حد رمى كده لحد 4 12. تمام كده. قفلت التريده بتاعتي من 44 ل 4 45 لان انا داخل وحاطط البلان بتاعتي ان انا هخش النهارده وابيعها في جلسه او جلستين، لان انا داخل بعد اختراق. فهي تريده شراء مش واخد الترند من اوله. يعني انا مثلا يونيفرسال واخد الترند من اوله ومعاه لحد الاخر لحد اخر نفس. بعت شويه على 83 بس مش هبيع الكميه كلها، انما اي تي ليس انا بعت الكميه كلها. طيب ركز معايا بقى في اللي انا هقوله ده. انا اسف لو السهم معاك. انا عن نفسي قفلت التريده بتاعتي. في ناس معاها كميه ما قفلتهاش عندي، وفي ناس بعت نص الكميه. انا بعتها كلها، بس هحللك السهم. انا دلوقتي بص القمه دي السهم طلع عندها وجرب عليها، بس يعني الورقه اب ترند يعني اهو لحد
اعلى سعر الهاي بتاع امبارح 4.22. خلينا نشيل بقى ايه الحتة اللي احنا قفلنا عليها التريدة بتاعتنا، وخلينا نشيل الحاجات اللي تحت دي علشان الشارت يبقى واضح ليك. ماشي. طيب عندي منطقة خلينا نفتح الانترا دي عشان ما فتحتش السهم النهارده. طيب عندي اهو. تمام. اوكي. عندي منطقة شراء. إعادة شراء، يعني أنا نفسي هعملها إعادة شراء من 4 جنيه 23 لحد 4 جنيه 12. أنا هاخد تلتين الكمية 4.24 لو السهم نزل لها، ولحد 4 جنيه و12 قرش هاخد التلت بتاعي. السهم لو نزل كسر 4 جنيه و5 قروش هفعل وقف خسارة. كسر 4 5 قروش يبقى أنا هفعل وقف الخسارة. طب إيه اللي هيخليني آخد تلتين الكمية عند 4.24؟ عندي مؤشر القوة النسبية هنا عدى مستوى ال 80. طالما مؤشر قوة نسبية عدى مستوى ال 80 يبقى السهم حتى لو نزل هيطلع تاني يجرب على القمة بتاعته. النقطة التانية، أنا اخترقت قمة وأحجام التداول بتاعتي في الاختراق كانت قوية. بصوا الفوليوم في السهم هو نازل كان قليل، ولما طلعت أحجام التداول كانت قوية. اخترقنا قمة هنا عند 3.63 وطلعت اخترقت القمة اللي عند 4.15. فالمشتري قوي وقادر يطلع ويعدي القمم بتاعته بأحجام تداول كبيرة. أنت عندك هنا كده مشتري في السهم، كده في مشتري في السهم. طيب لو انا معايا السهم ابيع ولا ما ابيعش؟ رايي شخصي بيع بعد ما يكسر قاع الانترادي. طالما ما كسرش قاع الانترادي ما تبيعش، ده رايي. ولو نزل لحد 4 5 بيع خلاص، يبقى انت كده خدت الريسك بتاعك. طب انا ايه اللي يخليني ما ابيعش 4.45 وابيع لو السهم كسر 4 5؟ لان انا السهم طالما اتجاه صاعد كده هيطلع لحد القمه اللي هو كان نازل منها اللي هي 5 جنيه و40 قرش. يبقى انت عندك تارجت 5 جنيه و40 قرش. طول ما انا ثابت فوق 4 5 معايا تارجت 5 جنيه و40 قرش. منطقة الشراء بتاعتي من 4 5 من 4 24 لحد 4 12. مؤشر القوة النسبية موضح لك ان السهم حتى لو نزل هيطلع تاني يجرب على القمة بتاعته اللي هو عملها على الاقل او يعديها، والمفروض يعديها لان احجام التداول زي ما انا قلت لك كانت عالية في الاختراقات. السهم عدى كذا قمة ورا بعضها، ده بيوضح قوة المشتري. تمام. لما السهم يعدي مستوى ال 80 لاول مره من مده كبيره، دي بتبقى موضحه ان في مشتري موجود. يعني انت عندك هنا السهم اهو معدي مستوى ال 80 اهو هنا اهو. السهم نزل وطلع تاني ونزل وطلع تاني عداها. بص عدى الحته دي. يعني نفترض ان انت دخلت السهم لما نزل هنا، السهم طلع تاني جرب على القمه اللي هو نزل من عندها دي، نزل اهو وطلع تاني عداها. ليه؟ انت اب ترند اصلا اتجاه صاعد، فبديك تريده اللي انت بتبقى ضامنها بنسبه كبيره ان شاء الله يعني. تمام. ده كده سهم التوفيق. انا شايف بقى الاسهم اللي هي كويسه ان شاء الله. التوفيق كويس تريده ليك. يونيفرسال لسه لما السهم ينزل، يعني يونيفرسال لو عايز تاجل الشراء بتاعها اجله لان هي ممكن تقف كام جلسه كده. فانت عندك التوفيق وارب ديري واليكو لو تم الاختراق او لو نزل ل 155 قرش. عندك الثلاث اسهم دول. برايم نفس الوضع، فهي بالترتيب توفيق، اليكو، ارب ديري، برايم. 4 اسهم كويسين زي الفل. اكتب لك في الاخر برضو سهم الملتقى لان نسيت اكتبه. احجام التداول في السهم كويسه برضو. هخش على اللي بعده. خليه اخر سهم بقى. انا كان المفروض مصريين اسكان وعبور لاند. خلينا في عبور لاند. عبور لاند ده احنا فتحنا زوم ميتنج قبل كده مع العملاء واتكلمنا فيه، بس ممكن نتكلم فيه تاني يعني. هو انا يعني انا ما بحبش الاسهم اللي هي تلاقي احجام التداول بتاعتها قليله والحركه بتاعتها ضيقه، بس في بعض الاوقات بتبقى كويسه للناس اللي هي بتفضل قاعده جوه السهم شويه مبقاش عندها مشكله في الوقت. وده ينطبق على سهم عبور لاند. تمام. لما نيجي نبص للترند، سهم عبور لاند اتجاه صاعد، سهم اب ترند زي الفل ما فيهوش مشاكل. لما نيجي نبص للفوليوم في السهم بعد الطلعه دي كلها، يعني الفوليوم قليل خالص خالص. ده معناه ان السهم فيه منطقة تجميع جديدة ومنطقة تصحيح. وقف الخسارة بتاعك تحت ال 17 جنيه كسعر إغلاق. السهم لو نزل كسر ال 17 جنيه كسعر إغلاق يبقى أنت كده إيه؟ هتفعل وقف الخسارة بتاعك. بس في
نقطتين عايز حضرتك تخلي بالك منهم، ايه هما؟ الشمعه دي والفوليوم بروفايل اللي انا هوريهولك. الشمعه دي مفروض ان هو طالما نزل ضربه زي دي، مفروض ان هو لم كميه، فالمفروض يطلع كده ايه، يخترق القمه بتاعتك اللي هي 20 مربع، المفروض ان انا اطلع اخترقها. تمام. الفوليوم بروفايل بتاعي لو انا شاكك في الموضوع، او احكام التداول، اكبر كميه احكام تداول تحت مش فوق. عارف لو الفوليوم بروفايل فوق عند مثلا اللي هي الكميه الكبيره دي عند 19 وربع 19 30، يبقى السهم مقلق. انما احجام تداول تحته قليله والسهم ماشي في منطقه عرضيه وفي فوليوم كبير كده، اسف، في شمعة هنا كده بالطريقة دي والفوليوم بروفايل تحت، يبقى انت بترجح الاختراق وانت جاي اصلا من اب ترند. طيب منطقة الشراء بتاعتي فين؟ انا شايف ان الستوب لوس لو هتستحمله تخش تشتري، مش هتستحمله ما تشتريش. ولو انا مكانك هقول لك انا هشتري فيه. تمام. وقف الخسارة تحت 17 جنيه سعر اغلاق. حلو كده. مناطق الشراء بتاعتك عندك 18 ونص لحد 18 60 وال 17 جنيه ونص، دول منطقتين شراء ليك. لو انا هشتري، لو انا احمد هشتري فين؟ هشتري بعد ما يعدي الحته دي اللي هو 19 جنيه وربع. عدد 19 وربع فوليوم كويس، هروح داخل شراء على طول تريدر، مش هعرف ليه. هو يبقى اخترق المنطقه دي اللي هي القمه، فساعتها هيطلع يضرب لحد 20 وربع، ده اكيد. وبناء على الفوليوم بروفايل اللي احنا شفناه دلوقتي واحجام التداول قليله، بنسبه كبيره ساعتها هيعدي ال 20 وربع. ده رأيي أنا الشخصي. يعني أنا لو السهم نزل لحد 17 ونص مش هشتريه، اشتريه بعد 19 جنيه و16 قرش، وأحجام التداول لازم تبقى كبير. تمام. ده سهم عبور لاند. كده خلصنا الأسهم بتاعت النهاردة. وحددت لك إيه الأسهم اللي أنا شايفها كويسة، حتى ملتقى برضو من ضمن الأسهم اللي هي كويسة إن شاء الله. خليني بقى أحكي لك الحدوتة، وأنا آسف إن أنا طولت معاك، بس أنا هدفي إن أنت تفهم بنطلع الأرقام إزاي وتشوف الستوب لوس بتاعك. خلينا بقى نشوف الايه، الحدوته اللي انا بكلم حضرتك عنها. انا شغال كريبتو، يعني في مبلغ حاطه، يعني مش هنحدد المبلغ اللي احنا عملناه امبارح علشان بس ايه، ما قلبي ما يوجعنيش تاني. كفايه وجع القلب اللي الواحد حصل فيها يعني. هي تقريبا تريدت 3 شهور اسف 3 اسابيع، شغل ابن لذينه راح، بس يعني نمشي خطوه خطوه. وكل ما بشوف العمله بتنزل قلبي بيتقهر. قبل ما تيجي تخش سهم، انا كده خلصت التحليل، بس انا هبعت لك، هتكلم في حاجه هنا توضح لك السيكولوجيه، وان انت لازم تعرف تشتغل كويس مع السوق وتشوف الارقام اللي انت هتخشها ازاي، وتحدد البلان بتاعتك ازاي وكم غلطه انا عملتها. ده سهم، دي عمله بي ان اكس في عملات الكريبتو. العمله دي طالعه من 16 سنت لحد 130 في حوالي 5 6 ايام. تمام. يعني بصوا طالعه من الحته دي لحد هنا اهو، يعني طلع 700% في حوالي 6 أيام 7 أيام في الرينج ده. كل شمعة من دي يوم 700%، 700% في خلال كام يوم. حلو. أنا لما بقالي مدة شغال في الكريبتو، كل التريدات بص بنسبة 100% كانت ناجحة. يعني كل التريدات اللي أنا عملتها كانت زي الفل، وكنت بطلع منها بروفيت حلو. جيت امبارح لما لقيت العملة دي كده، قلت ايه يا لهوي، العملة طالعة جامد جدا من 16 لحد 130، اكيد هتصحح اكيد. والورقة هنا كسرة قاع على الفريم ده، فيعني خلاص ده انت المفروض هتطلع تاني يجرب على 105 106 وتنزل بقى تكسر القاع ده اللي هو ال 70، وتنزل كمان لحد حاجة و40. ده المفروض يحصل، ده اللي انا قلته. بس انا دخلت السهم بناء على ايه؟ قلت ان السهم طالع جامد جدا، حطها في دماغك، فلازم ان السهم ينزل يصحح. فدخلت على 1 سنت، اسف 1 دولار، عملت شورت سيلينج على 1 دولار. دي اول غلطة. ليه؟ لان انا المفروض احدد منطقة البيع بتاعتي قرب الستوب لوس، احددها على قاع مكسور وعلى القمة بتاعتي اللي هو بضرب بيها وقف خسارة بعد الاختراق. حلو. فانا قلت ايه، لا يا عم انا هحط الكمية بتاعتي كلها على 1 دولار و2 سنت.
كميه شورت سيلينج كلها، مش هستنى انا لحد 126 انه ممكن ما يطلع لهاش. فانا حطيت الكميه بتاعتي كلها، وكان بقى بيجي ايه سعر التصفيه التقديري، كانت جايه لي 132، وكنت حاطط مبلغ كبير. دخلت هنا والعمله بدات تطلع وتنزل، يعني تطلع لحد ال 105، اول ما تطلع اخاف واروح قافل. ليه؟ لان انا عندي فيدباك ان العمله طلعت جامد 700%، احيتها، فممكن طب ما ممكن تطلع 60% فتلكودني تجيب ال 132 في غمضه عين، واروح متلكود. لا يا عم انا هقفل، اروح قافلها. المهم عملت الحركه دي، اروح داخل شورت سيلينج واقفل، او ادخل شورت سيلينج واقفل حوالي 4 5 مرات، خسرت فيهم 65 دولار. بعدها جيت قلت ايه، لا وكنت محدد البيع، يعني انا كنت محدد البيع بتاعي على قلت هبيع على 88، على 89. يعني هعمل شورت سيلينج، اخد التيك بروفيت على 89 من 1 سنت 1 دولار لحد 89 سنت زي الفل. ورحت فاتح بقى ايه شورت سيلينج كميه كبيره قوي. المهم بعدها لقيت العمله بتطلع، قلت اثبت اثبت يا دي احمد مش هتعمل حاجه. بدات تطلع شمعة امبارح، الشمعة بنت الكلب دي بدات تطلع تطلع تطلع، وانا بقى ايه حاطط الكميه بتاعتي كلها على اول منطقه اللي هو شورت سيلينج. فلما لقيتها بص بص بقى، بص الذعر، لما لقيتها ب 124 رحت قافل التريده بتاعتي كلها. انا عايز اقول لكم ان انا خسرت في الليله دي حوالي 86,000. تمام. كل الربح يعني الحمد لله ده كان ربح، فخسرته في الحركه اللي عملها دي. الغلطه اللي انا عملتها ايه، ما حددتش الترند. انا المفروض اتجاه صاعد في السهم لحد دلوقتي في العملة دي، كسرت القاعدة، بس المفروض ان انا احدد الستوب لوس بتاعي طالما انا داخل عند 1 دولار، ومش هقدر اتحمل ستوب لوس لو اخترق القيمة بتاعت ال 132 ما ادخلش. زي ما انا قلت لك في اول الفيديو، طالما انت مش قادر والسهم قدامك مش واضح ما تدخلوش، خلاص ما تدخلش. ليه؟ لان اي حركة في السهم هتخوفك ان انت داخل عكس الاتجاه، وعندك فيدباك. يعني انت مش حاطط اساسيات تعمل عليه، حط بلان. لو السهم عمل 1 2 3، انا رد فعلي هيبقى 1 2 3، علشان خاطر تبقى حاطط كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل قدامك وتاخد بناء عليها قرار. السهم عدى السعر الفلاني، اقفل الستوب لوس، خلاص. ما جابش السعر بتاعك، ما تقفلش الستوب لوس. انت ملتزم بالارقام. عشان كده الديسيبلين في السوق، في سوق المال، مهم جدا جدا. يعني هتلاقيني انا قلت لك ان انا المفروض كنت احط 1 سنت، واحد اسف 1 دولار شورت سيلينج و126، العمله طلعت لحد 128 اللي هو القمه اللي هنا، ده الطبيعي. يعني العمله اشتغلت عادي جدا، طلعت للقمه بتاعتها وما اخترقتش. يعني انا ما ضربتش وقف الخساره، بس انا عشان عاندت مع السوق ولقيت العملة عند 1 دولار وخفت إن العملة تهرب مني، دخلت بالكمية كلها على 1 دولار وواحد واتنين سنت، 1 دولار و2 سنت. غلط. المفروض ان زي برايم ما قلت لك بتحط منطقه الشراء هنا ومنطقه الشراء هنا والستوب لوس بتاعك. ليه؟ العمله لو نزلت، السهم لو نزل لحد 90 قرش تمام عادي، انت لسه السهم زي الفل. نفس الوضع هنا، العمله لو طلعت لحد 126 عادي، السهم لسه في اشارات سلبيه. بص مؤشر القوه النسبيه عامل قمم اقل من بعضها اهو، قمم اقل من بعضها. والطبيعي طالما هو عدى مستوى ال 80 ممكن يطلع يجرب على القمه بتاعتك تاني. يعني المفروض ان انا كنت اخش من 125 لحد 132 شورت سيلينج، ستوب لوس تحت اعلى البيك بتاعي اللي هو 134، هي دي. لو عدها اضرب الستوب لوس، خلاص يبقى ده التحليل الصح وده الارقام المظبوطه اللي انت بتعملها. انما اللي انا عملته امبارح ده هبل. انا هشوف بقى عملت كام صفقه ربح، جت واحده قشت كل اللي انا عملته. عشان كده مش بكتر الصفقات اللي انت بتعملها، انت ممكن تكسب من هنا 2% 1% 3%، وتلاقي صفقة واحدة ضيعت لك كله. حدد وقف الخسارة وحط الخطة بتاعتك اللي انت هتعملها في السهم قبل ما تخش. انت داخل حرب، انت بص شغال مع مؤسسات وشغال مع شركات وشغال مع ناس معاها ملايين مش هتخسرها. حط ارقامك واشتغل صح وحط الخطة. انت يا باشا كل يوم بتخش حرب، كل يوم. سوق المال مش سهل نهائي، عمره ما كان سهل، مش سهل خالص. حدد ارقامك وتقبل وقف الخساره. انت دخلت السهم الفلاني مثلا، خلينا نضربها كمثال، ب... مش هتكتب. طيب انت دخلت سهم على، انا اسف ان انا بطول بس ده مهم يعني. كل الفكره ان انت بتحدد الخطه اللي انت بتشتغل عليها. دخلت سهم
برايم على 97 نص الكميه بتاعتك. خفت بقى اصل السهم ممكن يطلع ويجيب ال 111 وممكن ما ينزلش لل 90، فتروح واخد الكميه بتاعتك كلها. لو نزل ل 90 هتخاف، هتبيع عند 90 قرش، مع انه الطبيعي ممكن ينزل ل 90، ده طبيعي جدا ما فيهوش مشاكل. بس عشان انت عملت خطوه غلط دمرت كل اللي انت بنيته. فانت بتبقى عامل حسابك 1 2 97 ل 94 شراء، 90 ل 88 شراء عادي، اللي هو لو نزل ليها عادي جدا مفيش مشكله خالص. طلعنا يبقى انا كده عندي منطقه البيع بتاعتي من 108 ل 111. خدتش الكميه، ما خدش الكميه كلها عشان اصل السهم ممكن مش عارف، لا الكلام ده غلط هيضيعك. الدخله الغلط هتخرجك غلط. فحط البلان، حط الستوب لوس، وحط التيك بروفيت بتاعك مناطق الشراء. يعني نفس الوضع، انا في توفيق خدت امبارح 4 جنيه 17 ل 4 12، بعتها كلها 44. ليه؟ قبل ما ادخل السهم انا محدد منطقه البيع بتاعتي هتبقى فين. يونيفرسال انا شاري 52 و55 و57، خففت على 68 قرش و83، ما بعتش الكميه كلها. ليه؟ لان انا داخل السهم واخد الترند بتاعي وعارف ان السهم بيجمع وعندي تارجت ومفيش اي اشاره خروج. فالحته اللي انت بتخشها ان انت بتجمع مع السهم والسهم يخترق، بتمشي معاه بقى، ما بتغيرش الخطه بتاعتك الا لو السوق قال لك حاجه تانية. احجام تداول كبيره زي اللي عملها يونيفرسال امبارح والنهارده والفوليوم بروفايل كله اتنقل فوق، يبقى انت كده بتخفف عشان السهم كده هيصحح. مؤشر القوه النسبيه كسر الترند لاين الصاعد على على سهم يونيفرسال على الانترا دي، فانت كده السهم هيصحح كل دي اشارات. فانت مش عايز تنزل بالكميه بتاعتك تاني، يبقى خفف الكميه بتاعتك، ترجع تشتري من جديد عشان الارباح بتاعتك كلها ما تروحش. لان ممكن السهم يكسر ينزل 68 عادي، فساعتها هتخش وتقول يا ريتني ما بعت ويا ريتني مش عارف. بتحط خطط كلها قدامك، اللي هو ايه، لو السهم عمل فوليوم كبير بعد صعود هخفف، ما عملش فوليوم كبير قوي بعد صعود انا مع السهم. كل دي خطط بتحطها علشان تعرف تشتغل مع السوق. سوق صعب، اللي ما بيحطش خطة بيخسر. وحدد وقف خسارة. يعني الحركة بتاعت امبارح دي علمتني الادب، خصوصا ان الكسندر الدر قال ايه في كتابه سيكولوجية التداول، قال ان حضرتك لو عملت 5 صفقات ورا بعض ربح اقف عشان ما تثقش في نفسك. انا وثقت في نفسي جدا، وثقت في نفسي وقلت العملة دي هتنزل وما نزلتش وعملت حاجة غلط، ضيعت كل اللي عملته. عملت 3 صفقات او 4 صفقات غلط، اقف ابعد يومين 3. ليه؟ لان انت لو دخلت بعد كده اي سهم والسهم نزل بيك شوية هتخاف، وهيبقى عندك فيدباك ان انا بقالي 4 جلسات بخش وبخرج بخسارة، فدي كمان بخسارة ومش حاطط الخطة بتاعتك، فهتخرج اول ما تخرج السهم هيطلع. اسف ان انا طولت، بس ده درس انا اتعلمته حبيت ان انا اديهولكوا. احنا كل يوم بنتعلم دروس من سوق المال. زي ما قلنا في اول الفيديو، اي حد محتاج اي حاجه يبعت لي واتس، هتلاقيني ان شاء الله برد على حضرتك وابعت لك التحليل او انزل السهم بتاع حضرتك في الفيديو اللي جاي. شكرا، وكان معاكم احمد الشافعي، مع السلامه.